عايزه اقول لكم ان انا طول الاسبوع بفضل افكر فيكم، بفكر ايه اللي ممكن نتكلم فيه. انت فكرتيني بتيتا الله يرحمها. والله. ليه هي كانت شبهي؟ لا رغايه زيك. وزي ما اتعودنا شويه الدردشه اللي في الاول اللي بنتكلم فيهم عن الراجل والست. زي ما قلت لكم قبل كده، هدفي الوحيد اني ادي لكل واحد حقه. بجد والله. النهارده في رسالتي للراجل بقول له فيها ارجوك ساعد مراتك. لازم تساعد مراتك، ما فيهاش حاجه يعني انك تحط ايدك في ايدها في شغل البيت، ده مش هيقلل منك خالص. لا ده عندها. لازم تعرف قد ايه الست بتتعب. ممكن تساعدها تغسل طبق، ترتب سريرك، تفرش ملايه. الله، امال مين اللي هيرضع العيال؟ ابقى رضعهم انت يا حبيبي. يعني بعد ما تخلص خد الغسيل في امين ممكن. لا الكلام ده ما يلدش عليا. تفتكر ده عيب؟ لا. ده ممكن يقلل منك؟ لا طبعا. دي خطوة مهمة جدا بتقرب بينك وبينها مسافة سنين، ممكن تخليها تتعلق بيك انك انسان رحيم. انت لما جيت هنا يبقى لازم تتلطف زيك. خليها تحس بأمانك وحنانك وانك راجل بجد، لان الرجولة مش بس كلام، الرجولة افعال ومواقف. انا مال انا انت ايه اللي بيقوله ده؟ معلش ساعدها شوية في التوضيب في البيت، ولو لقيتها في يومها تعبانة يعني انت ريحها واعمل الشغل معاها. ده لو بتحبها. اعرف قد ايه هي بتحبك وبتحب ولادك، لان لو مش بتحبك مش هتعمل كل ده. البني ادم ما يعبوش اي حاجة، طالما حاجة مش حرام يبقى لازم تساعد مراتك شوية. عادي، كنت عايزة اقعد مع نفسي شوية، يعني ماديكير مانيكير كده. بس تخيل انت لما ترحم شريكة حياتك وتساعدها، ان ربنا هيجازيك خير باذن الله. يجازيك خير عن انسانة رقيقة سابت حضن اهلها واختارتك. رانيا أرجوكي ارحميني من تعليماتك. شيل معاها عيال شوية، خليها تنام، طبطب عليهم وخليهم يبطلوا عياط، وغير لهم ممكن برضو مش مشكلة يعني. هو ايه اللي حصل في الدنيا يا ناس؟ انت امتى بقيت جاحد كده؟ اكيد طبعا بتعرف تطبخ، حتى لو مش بتعرف ايه المشكلة انك تتعلم؟ دلوقتي الراجل بينافس الست في الطبيخ، الشيفات معظمهم رجالة. خساره تربيتي فيك يا زكريا. يعني ممكن تعك شوية في الاول، بس من ايدك الاكل هيبقى له طعم تاني، هيكون بطعم الحب. زي الزفت. تعالى في يوم قول لها انت النهارده ملكة، ما تعمليش حاجة وانا اللي هعمل لك كل حاجة. ده انا عينيا اللي تليكي. خليها تقول انا اتجوزت احن راجل في الدنيا. بتمنى لكل زوجين سعادة وحياة مليانة بالحب والتفاهم والاستقرار. الحمد لله طلقتها ليلة امبارح.